قبل ما نبدأ سهرتنا وفيلمنا الأول فلازم تعرف الأول إيه العظمة اللي أنت داخل عليها دلوقتي. دي حاجة اسمها سهرة الخميس، والسهرة دي بتكون عبارة عن ملخص ل3 أفلام أنا بختارهم لك، وبيكونوا كلهم من نفس النوع. بص من غير ما أطول عليك اعمل لنفسك حاجة تشربها واعملي لايك. بيبدأ فيلمنا في فرح بنت اسمها رينو، وبتكون رينو دي بنت أقوى راجل عصابات في القرية واللي بيكون اسمه تشودري، وعشان كده الفرح كله بيكون مليان ناس مهمة ووزراء. بس رينو وقتها ما بتكونش فرحانة لأن الجوازة دي بتكون غصب عنها، وبنعرف إن هي بتحب شاب اسمه راكش من زمان. وقبل الفرح بشويه بيدخل ابوها يطمن عليها، ووقتها بيلاقيها بتعيط وبتترمي على رجله، بس بيفتكر وقتها ان دي دموع الفرحه. بس وقتها اول ما العريس بيوصل والناس بتنشغل بالفرح رينو بتستغل الزحمه دي وبتهرب مع راكش. واول ما تشودري بيعرف ده بيتصدم وبيخلي رجالته يقلبوا القريه كلها ويفضلوا يدوروا عليهم في كل مكان، بس ده كله بيكون من غير اي فايده. وبعدها بيروحوا البيت راكش وبيولعوا فيه وبيسالوا وقتها ابوه عنه، لكن هو بياكد لهم ان هو ما يعرفش حاجه. وهم وقتها بيفتشوا بيلاقوا صوره راكش مع 3 من صحابه، وبيقرروا ان هم يجيبوهم. وفعلا بيخطفوا صحابه اللي بيكون اسمهم جيتش وكران، وبينزلوا فيهم ضرب هما الاثنين، لكن هما الاثنين بيفضلوا يقولوا ان هما ما يعرفوش مكان راكش، وبيقولوا لهم ان في واحد تالت اسمه بابلو ممكن هو اللي يعرف مكانه. ولما رجاله تشودري وقتها بيوصلوا لبابلو وبيقولوا له ان راكش هرب مش بيستغرب، وبيطلب وقتها ان هو يكلم صحابه، لكنهم بيكسروا موبايله وبيوجهوا عليه سلاح. بس بابلو وقتها مش بيستسلم وبينزل في الرجاله ضرب وبيوقعهم وقتها كلهم، بس بيجي واحد من وراه وبيضربه على دماغه وبيفقدوا الوعي. ولما بيفوق وقتها بيلاقي نفسه في قريه تشودري والكل بيسالوا على مكان راكش، لكن هو وقتها بيرفض ان هو يتكلم وبيقول لهم لو كنتوا سبتوا البنت تختار اللي هي بتحبه ما كانتش هربت. وساعتها بيظهر تشودري وبيقول له طول ما بنتي ما رجعتش انت هتفضل عندنا. وبيتحبس وقتها بابلو مع اصحاب راكش، وبعدها بابلو بيحكي لهم عن البنت اللي هو شافها بالصدفه وقدرت ان هي تخطف قلبه من اول نظره، ولما جرى وراها عشان يرجع لها الحلق بتاعها ما لحقش يرجعه لها ولا حتى عرف اسمها ايه. وتاني يوم بيحاولوا ان هم يهربوا من المكان وكانوا خلاص هيلحقوا القطر، لكن وقتها بابلو بيشوف اللي ضربه وبيقرر ان هو ينتقم منه الاول. وبسبب اللي عمله ده رجاله تشودري بيصحوا وبيفضلوا يجروا وراهم وهم بيهربوا، بس وقتها بابلو بيشوف نفس البنت مره تانية وبيفضل باصص لها لحد ما القطر بيفوتوا. ولما اصحابه بيرجعوا عشان ياخدوه بيلاقوا وقتها رجاله تشودري حاصرينهم من كل ناحيه وبيضطروا ان هم يرجعوا تاني. وبعدها رجاله تشودري بيرجعوا يحبسوهم، ولما بيوصلوا راجو بيضربهم لكن بابلو بيزقه وبيحذره يعملها تاني. ولما تشودري بيعرف ان هم كانوا بيحاولوا يهربوا بيتعصب جدا على واحد من العصابه بتاعته وبيضربه قدام الكل لان هو ما عرفش ان هو يمنعهم، وبيأمر ان هو يرجعهم يتحبسوا. وبعد ما بابلو بيرجع بيلاقي اصحابه زعلانين منه وبيقولوا له احنا خلاص كنا هنقدر ان احنا نهرب لكن انت ضيعت علينا الفرصه عشان كنت واقف بتبص للبنت. فساعتها بابلو بيقول لهم ان هي دي البنت اللي هو حكى لهم عنها، اللي اول ما بيشوفها بيحس ان كل حاجه وقفت وما بقاش شايف حاجه غيرها. لكن صحابه وقتها بيفوقوه وبيقولوا له فوق، انت عارف ان اهل القريه عمرهم ما هيسيبوا بنتهم تتجوز حد من بره. فبابلو وقتها بيقول لهم اعرف هي مين الاول وبعدها هنشوف هنعمل ايه. وبنشوف ان البنت اللي شغلت بال بابلو دي بيطلع اسمها ديمبي، وبتكون بنت تشودري. وديمبي وقتها بتكون خارجه عشان تروح الكليه، بس عمها بيوقفها وبيسالها رايحه فين، فبتقول له ان هي رايحه تسلم مشروعها، لكن بيرفض وقتها وبيقول لها بعد اللي حصل مع اختك مفيش ولا كليه ولا خروج من البيت. وديمبي وقتها بتتضايق وبتحاول ان هي تمشي، لكن راجو بيوقفها وبيفضل يضايقها وبيقول لها سيبي الكليه وتعلمي طبخ احسن عشان لما انا وانت نتجوز تعملي حاجه مفيده. بس ديمبي وقتها بتسيبه وبتمشي وهي مش طايقه كلامه. وبعدها بتروح لابوها وبتقول له ان الكل بقى شايفها زي رينو وان هم مانعينها من حياتها بسبب اللي حصل. بس تشودري وقتها بيقول ان راكش هو اللي ضحك على رينو وخدها معاه وهي ما هربتش. فديمبي بترجع اوضتها وهي متضايقه وبتقول ان هي ملهاش ذنب في كل اللي حصل ده، وان كل اللي هي عايزاه ان هي تكمل تعليمها وتعيش حياتها. وساعتها الشغاله بتقول لها ان طول ما رينو ما رجعتش مش هيسمحوا لها ان هي تخرج من باب البيت، وان بابلو واصحابه اكيد عارفين مكان رينو لكن مش بيتكلموا. فديمبي وقتها بتقرر تروح ان هي تكلمهم بنفسها، ولما بتوصل عند بابلو بتساله عن رينو، لكن بابلو مش بيكون عارف ان هي نفس البنت اللي هو معجب بيها وبيفضل يهزر معاها هو واصحابه. فديمبي وقتها بتقول له ان هما الاثنين في مشكله وان هي محتاجه تعرف مكان اختها ولو ساعتها هتساعده ان هو يخرج. فبابلو وقتها بيوافق لكن بيطلب منها طلب غريب وهو ان هي تدور له على البنت اللي هو بيحبها. فديمبي وقتها بتتصدم وبتقول له لو البنت دي من القريه يبقى انساها لان ما حدش هنا هيوافق يجوز بنته لواحد من بره. وبعد ما ديمبي بتمشي بتفضل تحكي للشغاله عن بابلو وبتقول لها هو بقاله يومين بس في القريه ولحق يحب واحده وكمان عايزنا نساعده يدور عليها. واثناء كلامهم الشغاله وهي بتنظف بتوقع سبت مليان رسائل قديمه بين رينو وراكش، واول ما ديمبي بتشوف الرسائل دي بتتخض لان هي عارفه ان لو في حد قراها هيعرف ان هي كانت عارفه بعلاقه رينو وراكش من زمان، وعلى طول بتطلب من الشغاله ان هي تلم الرسائل دي وتحرقها قبل ما في حد يشوفها. وقتها بيطير منها رساله وعمها بيشوفها وبيطلع بعدها يدور على الرسائل التانيه، وبيشك وقتها في الشغاله لما بيشوفها شايله السبت، وبيأمر واحد من رجالته اسمه تينو ان هو يفتشها. لكن الشغاله وقتها بتتصرف بسرعه وبتتخلص من كل الرسائل من غير ما حد ياخد باله وبترميها في المكان اللي بابلو محبوس فيه. ووقتها تيني لما بيفتش السبت مش بيلاقي حاجه، بس الرسائل بيشوفها بابلو
بابلو واصحابه. ولما بابلو بيقراها بيكتشف ان ديمبي كانت عارفه بعلاقه رينو وروكش من زمان وكمان ساعدتهم قبل كده، وساعتها بيبقى معاه كل حاجه يضغط عليها بيها. ولما بيواجهها ديمبي بتنكر وبتترجاه ان هو ما يقولش لحد، وفي المقابل بتوعده ان هي تساعده ويعرف البنت اللي بيدور عليها، لكن هي بتحذره ان لو ابوها عرف ان هي بتكلمه هتبقى مشكله كبيره. بس بابلو وقتها مش بيهتم وبيبدا يحكي لها عن البنت اللي خطفت قلبه. وبالليل بياخد بابلو قرار مجنون، وبيكون بدل ما يستنى ان ديمبي تساعده بيقرر ان هو يدخل بيت تشودري بنفسه، وبيفصل الكهرباء عن البيت عشان محدش يشوفه. وفي طريقه بينتقم من تيني وبيضربه زي ما عمل فيه قبل كده. وبعدها بيلاقي ان راجو وابوه سكرانين ومش حاسين بحاجه، فبيشرب معاهم وبيسكر. ولما بيوصل لاوضه ديمبي بتتصدم وبتساله انت بتعمل ايه هنا، لكن قبل ما تطرده بتسمع صوت عمامها وهم بينادوا عليها، فبتخليه يستخبى بسرعه. ولما بترجع بتتفاجئ ان بابلو داخل ياخد دش في اوضتها. ولما بتساله انت بتعمل ايه بيقول لها ان هو بقاله كذا يوم محبوس ولازم يبقى جاهز قبل ما يقابل البنت اللي هو معجب بيها. وبعدها بيديها الحلق اللي هو لقاه وبيقول لها عايز خلال 24 ساعه اعرف مين صاحبه الحلق ده. وبعدها بيخرج في اخر لحظه قبل ما تشودري يدخل، وديمبي وقتها بتفضل بصه للحلق وهي مش فاهمه لحد ما تكتشف الحقيقه، وهي ان الحلق ده بتاعها، وان بابلو من اول ما شافها كان بيحبها هي من غير حتى ما يعرف اسمها ايه. وتاني يوم الصبح رجاله تشودري بياخدوا بابلو واصحابه وبيتحركوا على مكان جديد، وهناك بيعرفوا ان هم وصلوا لمكان رينو وروكش بعد ما طلعوا عنوانهم من شركه التليفون. واول ما بيوصلوا بيعرفوا ان هم في الدور ال 12، فرجاله تشودري وقتها بيطلعوا بسرعه عشان يمسكوهم، بس بابلو ما بيستناش وبيفلت من وسطهم وبيجري ناحيه العماره. ولما بيوصل فوق بينط من سطح العماره لبلكونه شقه رينو وروكش، واول لما بيشوفهم بيقول لهم ان مفيش وقت وان رجاله تشودري وصلوا. وساعتها بنعرف ان بابلو كان عارف مكانهم من الاول لكنه خبى ده عشان يحميهم. وبعدها بثواني رجاله تشودري بيوصلوا قدام الشقه، فبابلو وقتها بياخد رينو وروكش وبيهربوا من البلكونه لبلكونه الشقه اللي جنبها، ومن هناك بينزلوا بسرعه وبيجروا ناحيه الاتوبيس. وفي الوقت ده جيتشي وكران صحاب روكش بيشوفوهم، فبابلو بيركب رينو وروكش الاتوبيس وبيديهم فلوس وبيقول لهم ما يخافوش. وبعدين بيسالهم سؤال واحد، هو انتوا مبسوطين وانتوا مع بعض؟ ولما بيقولوا له بيبتسم وبيقول لهم خلاص دي اهم حاجه، وبيطلب منهم بعدها ان هم يكملوا طريقهم ومهما حصل ما يرجعوش. وبعدها بيرجع وسط رجاله تشودري كأن مفيش حاجه حصلت. وفي الناحيه الثانيه بتروح ديمبي مع الشغاله تدور على الرسايل قبل ما حد يلاقيها، لكن اول ما بيسمعوا صوت رجاله تشودري ديمبي بتستخبى، والشغاله وقتها بتعمل نفسها ان هي بتنظف. وبعدها رجاله تشودري بيرجعوا بابلو واصحابه تاني، ولما بيكونوا لوحدهم كرام بيسال بابلو هو انت عارف مكان روكش من الاول ومخبي علينا؟ فبابلو وقتها بيقول لهم لو كنت قلت لكم كنتوا هتعترفوا على طول، وانا كل اللي يهمني ان صاحبي يكون مع البنت اللي هو بيحبها، لكن صحابه بيفكروه ان هم اللي بيتعذبوا بسببه. فبابلو وقتها بيقول لهم اصبروا بس اول ما اطمن على روكش هخرجكم كلكم. وساعتها جيتشي بيساله هو انت مستعد تعمل اللي روكش عمله ده علشان بنت انت ما تعرفهاش؟ فبابلو وقتها بيرد من غير تفكير لو وصلت اللي انا اموت علشانها هعملها. والكلام ده كله وقتها بتكون ديمبي سامعاه من بعيد، ولاول مره تحس ان فعلا بابلو بيحبها ومش مجرد كلام. وبعدها بتلاقي رسائل وبتاخدها وبتمشي بسرعه. ولما بتقابل الشغاله بتحكي لها ان بابلو هو اللي كان بيساعد رينو وروكش يهربوا طول الوقت، لكن اللي هي ما كانتش تعرفه ان واحد من الرجاله كان واقف وراهم وسمع كل حاجه. فبيدخل عليهم وقتها مره واحده وبيسالها مين اللي انت كنت بتتكلمي عليه، وديمبي وقتها بتخاف وما بتردش، فبيقوم وقتها ماسكها وبيجرها قدام بابلو واصحابه وبيقول لها ابوكي تعب عمره كله عشان اسم العيله وانت واختك عايزين تضيعوا كل ده. وبعدين بيبص لها وبيقول لها اتكلمي بدل ما تشوفيهم بيموتوا قدام عينيكي. وبيمسك وقتها جونتر اول واحد فيهم وبيوقفه قدام ديمبي وبيسالها هو ده، بس هي بتقول لا. وبعدها بيمسك كران وبرضه بتقول لا، لكن اول ما بيجيب بابلو قدامها وبترفع عينيها عليه بتتوتر. وفي نفس اللحظه دي بابلو بيفهم ان البنت اللي هو كان بيدور عليها طلعت ديمبي بنت تشودري، وبيفضل وقتها باصص لها ومش قادر يشيل عينه من عليها. وجونتر وقتها اول ما بيشوف نظراتهم بيفهم ان بابلو هو الشخص اللي كانت بتحاول ان هي تخبيه، وده بيخلي تشودري يفقد اعصابه ويؤمر رجالته ان هم يكتفوا بابلو. وبعدها بينزلوا في ضرب وبيسالوه روكش ورينو فين، لكن بابلو وقتها مش بيكون مهتم بالضرب ده، وده بيخلي تشودري يتعصب اكتر. فبيمسكه وقتها من شعره وبيقول له انا لو رينو قدامي دلوقتي كنت هقتلك بايدي. فبابلو وقتها بيرد عليه وبيقول له طب لو انت بتحب بنتك قوي كده ليه هربت منك؟ والكلمه دي بتخلي تشودري يولع اكتر. وساعتها تشودري بيبتسم وبيقول له يبقى هنخليك تشوف صحابك وهم بيموتوا واحد ورا التاني. واول ما بيسمع كده بابلو بيتوتر جدا لان هو عارف ان اصحابه ما لهمش ذنب، فبيضطر وقتها يقول لهم ان روكش ورينو في مدينه دلهي. وتاني يوم الصبح بيروحوا رجاله تشودري بيجهزوا نفسهم وبيتحركوا ناحيه مدينه دلهي ومعاهم بابلو واصحابه. وقبل ما بابلو بيمشي بيفضل باصص لديمبي وبيقول لها لو حبيتي حد في يوم من الايام اعترفي بحبك وما تخبيش، لان ممكن يجي وقت وما تلاقيش قدامك غير اللي انت تهربي معاه. والكلام ده بيخلي راجو يتعصب جدا وبيحاول ان هو يهجم عليه، لكن تشودري بيوقفه. وساعتها بابلو بيقول لتشودري خد ديمبي معانا احسن تهرب هي كمان زي اختها. والكل وقتها بيستغرب من كلامه، لكن بعد شويه تشودري بيوافق. وبعد ساعات بيوصلوا لمدينه دلهي وكيكي وقتها بيفرح وبيقول خلاص اخيرا هنمسك روكش ورينو، لكن بابلو وقتها بيضحك وبيقول لهم استنوا
استنوا انا كنت بضحك عليكم، هم اصلا مش في دلهي. وبيقول لهم ان هم في تشيملا وانا هفضل الف في تشودري وراهم لحد ما يتعب. وبنشوف وقتها ان تشودري راح اسم الشرطه عشان يطلب مساعدتهم، ولما المأمور والظباط بيقولوا له ان هي مش في دلهي بيتعصب جدا. وبعدها بيروح هو ورجالته للمعبد عشان يصلي ان بنته ترجع له. وبعدها بيقرروا ان هم يرجعوا الفندق ويكملوا بحث تاني يوم. ومع اول النهار بينزلوا محطه القطر وبيفضلوا يوروا وقتها صوره رينو وروكش للناس، لكن محدش بيعرف عنهم حاجه. وسط الزحمه بابلو بياخد باله ان في شويه بلطجيه مركزين مع ديمبي، فبيقرب وقتها منها بسرعه. فبتقول له انا قلت لك قبل كده احنا مش هينفع نبقى مع بعض، لكن بابلو بيضحك وبيقول لها هو انا بستسلم بسهوله؟ انا بحب الحاجات اللي تتعبني. وبيطلع بعدها ورقه من جيبه وبيقول لها بصي عقد الجواز جاهز وانا مضيت عليه، مستني بس توقيع العروسه. فديمبي وقتها بتفضل بصاله، وفجاه اخو تشودري بيلمح بنت شبه رينو راكبه اتوبيس، فبيقول للكل وبيتحركوا بسرعه. ووقتها بيركبوا العربيات وبيجروا ورا الاتوبيس وبيوقفوه وبينزلوا كل اللي جواه ويفتشوا الناس واحد واحد، لكن في الاخر بيكتشفوا ان البنت دي مش رينو. وقتها بيعتذر تشودري للناس وبيرجعوا يركبوا تاني. وساعتها بابلو بيبص اللي حواليه وبيسال فين ديمبي، وتشودري وقتها بياخد باله ان هم سابوها في محطه القطر، فبيجري بسرعه بابلو وبيرجع يدور عليها في كل مكان وبيفضل ينادي عليها ويفتش في كل الشوارع اللي حوالين المحطه، لكن كل ده بيكون من غير فايده. ولما بيبدا يفقد الامل بيلمح التمثال بتاعها واقع على الارض، فبيمسكه وبيفهم ان اكيد حصل لها حاجه، وبيبدا يجري ورا الطريق اللي وصل له التمثال لحد ما بيوصل لمصنع قديم بعيد عن الناس. وهناك بيلاقي شويه بلطجيه محاصرين ديمبي، ووقتها البلطجيه دول بيحاولوا ان هم يخوفوه وبيطلبوا منه ان هو يمشي، لكن بابلو بيدخل وسطهم وبيقدر ان هو يوقعهم واحد ورا التاني، وكل واحد بيقرب منه وبيطيره بعيد. ورغم ان عددهم كان كبير محدش فيهم بيقدر ان هو يوقفه، والمكان كله بيتحول لخناقه كبيره. وديمبي بتفضل واقفه مصدومه من اللي هي شايفاه، مش مصدقه ان في حد خاطر بنفسه عشان ينقذها. وبعدها تشودري ورجالته بيوصلوا، واول حاجه بيعملها بيجري على ديمبي وبيطمن ان هي بخير. وبعدها بيبص لبابلو ولاول مره بيشكره قدام الكل، وبيرجعوا وقتها للفندق. وبالليل ديمبي بتروح تقف مع بابلو في البلكونه وبتقول له انا حتى ما لحقتش اشكرك على اللي انت عملته عشاني، لكن بابلو وقتها بيقول لها انا لسه ما عملتش حاجه. وبعدين بيسالها انت عمرك عملتي حاجه عشان نفسك ولا دايما بتعملي اللي ابوك عايزه منك؟ فديمبي وقتها بتسكت لان هي عارفه ان هو عنده حق. فبيكمل بعدها وبيقول لها احنا بنعيش مره واحده بس، فما تضيعيش عمرك في حياه مش بتاعتك، ولو انت فعلا بتحبيني يبقى لازم يكون عندك الشجاعه وتقولي لابوكي الحقيقه. فديمبي وقتها بتتوتر وما بتعرفش ترد، فبيضحك بابلو وبيقول لها خلاص سيبي الكلام ده دلوقتي واختاري ايد من الاثنين. فبتختار وهي مش فاهمه هو ناوي على ايه. فجاه بيمسك ايدها وبيطلع بيها على الموتوسيكل وبيقضوا وقتها اليوم كله سوا. والاول مره ديمبي تحس ان هي عايشه من غير خوف ولا اوامر من حد. وتاني يوم بنشوف تشودري ورجالته مسافرين على بلد اسمها شميله بعد ما الشرطه بتعرفهم ان رينو وراكش كانوا هناك. ولما بيدخل البيت اللي كانوا مستخبيين فيه بيتصدم، البيت بيكون صغير جدا وحالته صعبه ومش شبه الحياه اللي بنته كانت عايشاها. وفجاه بيلاقي الشال بتاع رينو هناك، فبيعرف ان هي كانت فعلا عايشه في البيت ده. وساعتها تشودري بيتكسر لاول مره وبيحس ان بنته كانت بتعاني وهي بعيد عنه. وبالليل بيكون تشودري لوحده وبيمشي في الشارع وهو مش قادر يستوعب اللي حصل، فبابلو وقتها بيروح له وبيحاول ان هو يهديه. وساعتها تشودري بيطلع كل الوجع اللي جواه لاول مره قدام بابلو وبيقول له انا من يوم ما رينو اتولدت وانا عايش عشانها، اشتغلت ليل ونهار وبنيت اسمي وجمعت فلوس كتير، وكل ده كان عشان اوفر لها حياه احسن من اي حد، لكن في الاخر اللي انا الاقي بنتي اللي كنت بعمل كل ده علشانها سايبه كل حاجه عملتها علشانها وعايشه في بيت بالشكل ده، وعشان ايه؟ عشان شخص قالت ان هي بتحبه. انا حقيقي مش فاهم، هو الحب ممكن يخلي الانسان يرضى يعيش بالظروف دي؟ الحب لوحده مش كفايه يا بابلو، ولا هياكل حد ولا هيحميه. انا كل اللي انا كنت عايزه ان انا اشوفها سعيده ومرتاحه، لكن دلوقتي انا حتى مش عارف هي فين ولا عامله ايه. والاول مره وقتها بنشوف ان تشودري انهار قدام بابلو ودموعه بتنزل وهو حاسس ان هو خسر بنته، رغم ان هو كان فاكر طول الوقت ده ان هو بيحميها. اما بابلو وقتها بيفضل ساكت ومش لاقي كلام يقوله، لان هو بدا يفهم ان تشودري مش بس شخص قاسي زي ما كان شايفه. وتاني يوم بابلو بيقابل ديمبي والاول مره بتبص له وبتعترف ان هي بتحبه، بس بتقول له وقتها ان هي خايفه ان هي تواجه ابوها ومش عارفه تعمل ايه. وفجاه تشودري بيقف مكانه وهو شايف رينو جوه اتوبيس، فبيجري بسرعه وبيفضل يطلب من السواق ان هو يقف، وفعلا وقتها الاتوبيس بيقف. ورينو اول ما بتشوف ابوها بتتجمد وما بتعرفش تتحرك، اما راكش فبيحاول ان هو يهرب بيها، لكن وقتها رجاله تشودري بيحاصروا المكان من كل ناحيه وبيمسكوه وبيبداوا ان هم يضربوه. وبابلو اول ما بيشوف كده بيجري عليهم وبيحاول ان هو يوقفهم، وبيفضل وقتها يطلب من تشودري ان هو يسيبه لان هو شايف ان رينو اختارت حياتها، لكن تشودري وقتها بيكون موجوع ومش قادر ان هو يتقبل اللي حصل. ورينو وقتها بتدخل هي كمان وبتقف قدام ابوها وبتقول له احنا ليه دايما غلط؟ ليه مفيش مره تسمعنا وتخلينا نختار حياتنا بنفسنا؟ ساعتها تشودري بيبص رينو وبيقول لها دورت عليكي في كل مكان مش عشان اذيكي، انا بس كنت عايز اطمن ان انت بخير. وجانتر وقتها بيطلب منها ان هي تعتذر لابوها وتقول له ان هي غلطانه، بس هي وقتها بترفض ده. وقتها عمها بيطلع مسدسه وبيكون عايز يخلص عليها، وابوها وقتها بيودي وشه الناحيه الثانيه عشان مش بيكون قادر يشوف المنظر ده. لكن قبل ما اي حاجه
تحصل رينو بتصرخ وبتقول ان هي حامل، والكلمه دي بتوقف الكل. وتشودري وقتها بيأمر الرجاله بتاعته ان هم ينزلوا السلاح ويسيبوا رينو وراكش عشان الطفل اللي في بطنها، لكن هو ماشي بيبص لها وبيقول لها من النهارده اعتبري ان انت خسرتي ابوكي، انت بالنسبه لي ميته. وبعدها بيروح لبابلو وبيقول له انا كنت فاهمك غلط، انا مفيش عداوه بيني وبينك، ولو فاضي تعالى احضر فرح ديمبي وراجو. وساعتها بابلو بيحس ان الكلام نزل عليه زي الصدمه، لان هو فاهم ان تشودري لسه متمسك بجواز ديمبي من راجو. وبيركب وقتها تشودري والرجاله بتاعته العربيات وبيسيبوا بابلو وهو واقف مكانه وحاسس ان كل حاجه هتضيع منه. وقتها بابلو وديمبي بيبصوا لبعض نظره طويله من غير ما اي حد فيهم يتكلم، عشان بيكونوا هما الاثنين حاسين ان دي اخر مره هيشوفوا بعض فيها. بابلو وقتها بيفتكر كل اللحظات اللي عاشها معاها من اول يوم شافها فيه لحد المواقف اللي خلتهم يقربوا من بعض. اما ديمبي بتفضل طول الطريق ساكته وسرحانه ومش قادره تستوعب ان هي بعد ساعات قليله هتكون مرات راجو. وبنشوف وقتها تشودري وهو بيبعت دعوه فرح لجيتشو وكران، واصحاب بابلو وقتها لما بيشوفوه بيقولوا له ان مفيش غير حل واحد بس ممكن يعمله، وهو ان هو يخطفها. فبعد تفكير كبير بابلو في الاخر بيوافق، وبتبدا وقتها تجهيزات الفرح. لكن ديمبي كانت ابعد واحده عن الفرحه، والكل حواليها بيكونوا بيضحكوا وبيرقصوا وهي واقفه بحزن وكانها رايحه تسلم حياتها لحاجه مش عايزاها. وبتقول وقتها للشغاله انا كنت فاكره ان يوم جوازي ده هيكون اجمل يوم في حياتي، لكن النهارده اول مره احس بالخوف بالشكل ده. ولما بابلو مشي فهمت ليه رينو اختارت ان هي تهرب، ابويا قبل كده اخد حريه اختي منها والنهارده بيحاول يعمل نفس الموضوع معايا. ومن غير ما ديمبي تاخد بالها كانت تشودري واقف بيسمع كل كلمه، وهنا لاول مره بيفهم ان الموضوع مش مجرد عناد وان بنته فعلا بتحب بابلو، فبيخاف وقتها يخسرها هي كمان زي ما خسر رينو. وبيخرج وقتها يدور على بابلو قبل ما الكارثه تحصل، وفعلا بيلاقيه وقتها داخل الفرح هو واصحابه، فبيستقبلهم عادي جدا وكأن هو مش عارف اي حاجه، لكن عينه بتفضل عليهم طول الوقت. ولما بيشوف ان ديمبي اول ما شافت بابلو ملامحها بتتغير قلقه بيزيد اكتر، فبيروح وقتها لبابلو وبيمسكه وبيقول له تعالى اقعد جنبي النهارده، عايزك تفضل معايا طول الفرح. وبيفضل يفتح معاه اي كلام وبيحاول ان هو يشغله باي طريقه، لان هو بيكون عارف ان هو لو ساب بنته دقيقه واحده هيلاقي بنته اختفت معاه. وبعد شويه مرات تشودري بتيجي تقول له يلا قوم غير هدومك علشان المعازيم وصلوا، بس تشودري وقتها ما كانش عايز يسيب بابلو خالص، وكان كل شويه يبص له كانه خايف ان هو يبعد عنه لحظه. فبتقول له مراته وقتها ما تخافش عليه، بابلو قاعد اهو مش هيتحرك من مكانه. فبيقوم تشودري وقتها يغير هدومه بسرعه، واول ما بيرجع يبص على المكان اللي بابلو كان قاعد فيه وبيلاقيه فاضي، وبيفضل يدور عليه في كل حته وهو فاكر ان بابلو اخد ديمبي وهرب بيها، لكن الحقيقه ان بابلو بيكون واقف بعيد مع ديمبي لوحدهم. وديمبي وقتها بتكون فرحانه جدا لان هي فاكره ان هو خدها عشان يهرب بيها، لكن بابلو وقتها بيبص لها بحزن وبيقول لها انا غيرت رايي، ابوك يعرف ان احنا بنحب بعض ولو خدتك ومشينا دلوقتي هكون بكسره للمره الثانيه. وديمبي وقتها بتبص له وهي مش مصدقه وبتقول يعني ايه بعد كل اللي حصل ما بيننا ده هنسيب بعض؟ فبيهز بابلو راسه وبيقول لها يمكن ده الصح. وفي الوقت ده بيكون تشودري بيدور على ديمبي وهو خايف ان هي تكون مشيت، ولما بيلاقيها قاعده مكانها بيحس ان هو ارتاح، فبتقول له مالك يا بابا انت شكلك خايف قوي. وبعدها بتبص له وهي دموعها بتنزل وتقول شكرا على كل حاجه عملتها علشاني، وبتنزل تبوس رجله. وتشودري وقتها بيتاثر جدا من كلامها لكن بيحاول ان هو يخبي احساسه قدام الناس. وبعدها يروح لبابلو وبيقول له عايزك تقولي الحقيقه، هو انت جيت هنا علشان تهرب مع بنتي؟ فبيبص له بابلو وبيسكت شويه وبعدين بيقول له انا كنت جاي اخدها وامشي، بس لما شفتك وانت بتدور على رينو في كل مكان فهمت يعني ايه ان اب يكون خايف على بنته. انا بحب ديمبي ومش هنكر ده، بس انت ابوها ومفيش حد هيحبها ويخاف عليها زيك، عشان كده انا رجعت في كلامي، انا مش عايز اخلي بنتك التانيه تضيع منك هي كمان. وبعدها بابلو بيلم اصحابه وبيمشي من الفرح، وفي الطريق صحابه بيسالوه هو انت سبتها ليه؟ فبيقول لهم اوقات لازم حد يضحي عشان اللي بيحبهم. لكن قبل ما يكملوا طريقهم راجو بيظهر هو ورجالته وبيقفوا قدامهم وبيبص لبابلو بغضب وبيقول له هو انت فاكر ان انت هتمشي كده وخلاص؟ المره دي حسابنا لسه ما خلص. وبيؤمر رجالته ان هم يمسكوا اصحاب بابلو ويضربوهم، اما بابلو فبيفضل ساكت ومش بيرد عليهم وبيتحمل كل الضرب ده من غير ما يدافع عن نفسه، لحد ما راجو بيقرب منه وبيقول له بسخريه بعد ما اخلص عليك هدخل اعيش فرحي مع ديمبي. وساعتها بابلو بيرفع عينه وبيبص له، والاول مره من بدايه الخناقه الغضب بيظهر في عينه، وفجاه بيقوم واقف وبيضرب راجو. وراجو وقتها بيقوم وهو متعصب ومش مصدق ان بابلو لسه فيه الحيل، بس بابلو وقتها مش بيسيب له فرصه وبيفضل ينزل فيه ضرب. وراجو وقتها بيحاول ان هو يقوم اكتر من مره لكن بابلو كل مره بيرجعه على الارض تاني لحد ما بيمسكه وبيرميه على العربيه. وقتها راجو وهو واقع بيمسك في اي حاجه حواليه عشان يضربه، فبيلقط حديده من الارض لكن بابلو بيكون اسرع منه وبيمسكها قبل ما تستخدم. والكل بيفتكر وقتها ان النهايه قربت وان بابلو هيخلص عليه، بس بابلو وقتها بيبص له شويه وبيرمي الحديده على الارض. وفي الوقت ده كانت تشودري واقف بعيد بيتفرج على كل حاجه، وشاف وقتها ان بابلو كان قدامه فرصه ان هو ينتقم وياخد حقه لكن هو اختار ان هو يسيبه. وساعتها نظرته لبابلو بتبدا ان هي تتغير، ووقتها تشودري بينده عليه فبيقف بابلو وقتها وبيبص له، فبيقول له تشودري يقول لي بقى ايه اللي فيك خلى بنتي تحبك بالشكل ده؟ انا من ساعه ما انت دخلت الفرح وانا مش قادر ان انا ابعد عيني عنك. فبيرد بابلو بهدوء انا مش جاي اخد مكانك ولا هفرض نفسي عليك، انت ابوها ومن حقك تختار اللي انت
انت شايفه مناسب. لو شايف ان راجو هو الشخص الصح انا مش همنعك، بس لو في يوم اذاها او كسرها او خلى دمعة من عينها تنزل انا هقف قدامه ومحدش هيقدر يمنعني. تشودري وقتها بيفضل ساكت وبيبص له شويه وبعدها بيبتسم لاول مره وبيقول له راجو خلاص انتهى، اما انت من النهارده عريس بنتي. وبابلو بيقف قدامه ومش مستوعب اللي سمعه. اما ديمبي فبتكون دموعها في عينها من الفرحه وبتجري على بابلو وبتحضنه. وتشودري بيبص للكل وبيقول انا كنت فاكر ان القوه في الفلوس والاسم والخوف اللي الناس بتخافوا مني، لكن الواد ده علمني ان الرجوله مواقف. يمكن هو مش من اهل القريه بس اثبت ان هو احسن من ناس كتير منها، ومن النهارده هو هيكمل حياته مع بنتي. وساعتها بابلو بيبتسم وبيبص لتشودري وبيقول له طالما وافقت عليا عندي طلب اخير، سامح رينو وراكش، اللي حصل حصل ومش لازم العيله تفضل متفرقه. فتشودري وقتها بيسكت شويه وبيفكر وبعد كده بيهز راسه وبيقول خلاص اللي فات مات. بنروح بعدها ب10 سنين لمقر المباحث الاوروبيه وكلهم بيكونوا بيحاولوا يوصلوا لواحد اسمه جيان، وده بيكون اخطر هاكر في العالم كله واللي بيدير شبكه ضخمه من الجرائم الالكترونيه، وكل عميل في المباحث الاوروبيه بيحاول ان هو يقرب منه بيكشفه وبيقتله على طول. وقتها السيد خان بيقول ان الشخص الوحيد اللي يقدر ان هو يوقفه هو هاكر اسمه بابلو، وده بيكون لان هو عبقري في الاختراق، ولو جيان مسيطر على عالم الجرائم الالكترونيه فبابلو ده محدش يقدر ان هو يجاريه. وفجاه بابلو بيبعت للمباحث رساله مشفره عباره عن فيديو لأميتاب باتشان وبيكون بيقول فيه لو بتدوروا عليا فانا مستنيكم. وبالليل السيد خان بيروح بيته وبيتفاجئ وقتها ان بابلو مستنيه، ولما بيحاول ان هو يبلغ الشرطه بابلو بيقول له ما تتعبش نفسك انا عطلت الشبكه كلها. وبعدها السيد خان بيعرض عليه ان هو يشتغل مع المباحث بس بابلو وقتها بيرفض وبيقول له ان هو ملوش بلد وعمره في حياته ما هينتمي لحد، وفي الاخر بيقول له ما يدورش عليه تاني علشان هو مش هيظهر غير لما هو يختار ده. وبعدها بابلو بيروح يقعد في بار وهناك بيشوف بنت اسمها نانيا وبتكون بتتخانق مع حبيبها، وعشان تغيظ حبيبها بتروح تبوس بابلو قدامه، فحبيبها وقتها بيتضايق وبيمشي. ولما بتحاول نانيا تدي بابلو فلوس البوسه فبتقول له وقتها خلي بالك انت محظوظ ان انا اخترتك تاخد البوسه، فبابلو وقتها بيمسكها وبيبوسها هو كمان وبيقول لها وقتها ان انت اللي محظوظه. وجرأته دي وقتها بتخلي نانيا تنجذب ليه وبتبدا ما بينهم قصه حب، وبعدها نانيا بتاخده معاها الحفله علشان تعرفه على اخوها. لكن اول ما بابلو بيشوفه بيرفع عينه عليه وبيتصدم لان اخوها ده بيكون جيان نفسه، والصدفه دي بتقلب كل حاجه لان هو بقى قدام الراجل اللي مباحث كلها بتحاول توصل له من سنين. وبعدها نانيا بتعرف بابلو على اخوها جيان، وبعد شويه الاتنين بيقعدوا يتكلموا لوحدهم فبيقول له بابلو ان هو حابب ان هو يشتغل معاه. وقتها جيم بيبتسم وبيقول له يعني انت لسه عارف اختي وعايز تشتغل معايا بالسرعه دي؟ وبعدها بيفاجئه وبيقول له انا عارف ان السيد خان هو اللي بعتك ليا، لكن بابلو بينكر اي علاقه بخان. وبعدها جيان بياخد بابلو الاجتماع مع رجال اعمال وبنعرف ان كلهم فاسدين، وبيطلب منه ان هو يخترق موقع المباحث الاوروبيه عشان يعرفوا هم بيخططوا لايه. فبابلو وقتها بيحاول لكن الحياه بتكون قويه وبيفشل اكتر من مره، ولما رجاله جيان بيرفعوا عليه السلاح وجيان بيديله 60 ثانيه بيركز وبينجح وبيقدر ان هو يخترق الموقع في اخر ثانيه، وده بيخلي جيان يعرف ان بابلو فعلا تقيل وبيعرض عليه وقتها فلوس وعربيه وبيت وكل اللي هو بيتمناه مقابل ان هو يشتغل معاه. فبابلو فعلا بيوافق لان هو بيحب الفلوس جدا. وبعدها بابلو بيختار عربيته الجديده بس فجاه في شويه رجاله بيخطفوه وبيضغطوا عليه عشان يقول مكان جيان، لكن هو بيرفض يتكلم ومهما بيضربوه برضه بيرفض. ولما بيرفعوا عليه السلاح بيكتشف ان مسدس فاضي وان كل اللي حصل ده كان اختبار من جيان عشان بيتاكد من ولائه. ولما بينجح بيقول له من النهارده انت واحد من عيلتي وبيسلم عليه. اما السيد خان فكان كل شويه بيتصل ببابلو بس بابلو وقتها ما كانش بيرد عليه، ومن هنا بيبدا يشتغل مع جيان وبيعمل تطبيقات شكلها عادي، واحد للصور وواحد للالعاب بتاعه الاطفال، لكن اي حد بيحملها بياناته وحساباته البنكيه بتوصل لجيان ومن غير ما الناس بتاخد بالها الفلوس بتبدا تدخل لهم بالملايين، ومع الوقت بتكتر في ايد بابلو وبيشتري بيت جديد. وجيان وقتها بيعجب بشطارته جدا بس اول ما بيرجع بيته بيلاقي السيد خان مستنيه وبيقول له انك اخترت الطريق غلط ولو جيان وقع انت كمان هتقع. بس بابلو وقتها بيقول له انا باخد فلوس وشهره اكتر من اللي انت هتاخدهم في حياتك، وبيقول له على فكره لو انت عايز تنضم وتكون خاين فانا بعرض عليك اللي انت تعمل ده. بس وقتها السيد خان بيرفض وبيمشي وهو بيستحقر بابلو. وبعدها بابلو بيروح البنك يشتري بيت لاصحابه وهناك بيشوفوا الموظفين بتوع البنك بيضغطوا على واحده اسمها ايشا، ولما واحد فيهم بيهينها بابلو بيتدخل وبيضربه لحد ما ايشا دي بتهديه. وقتها ايشا بتحكي له ان جوزها خد كارد عشان يشتري عربيه بس الفلوس اتسرقت من حسابه ولما ما عرفش يسدد الكارد انتحر من القهر. وهنا بابلو بيتصدم لان هو بيكتشف ان هو كان السبب في كل اللي حصل للعيله دي، ومن ساعتها بابلو بيقرر ان هو يغير حياته وبيسدد وقتها الكارد بتاع ايشا وبيوعدها ان هو يحقق حلم جوزها ويهتم بابنها وبيطلب منها ان هي تعتبره زي ابنها وهي بتوافق. بعدها بابلو
بيروح لخان وبيعترف بكل حاجه، وبيقول له ان هو هيوقف البرامج اللي صنعها دي، وبعدها بيرجع شركه جيان وبيعطل السيستم، وبعدها بياخد كل البيانات اللي ادين جيان. لكن قبل ما بيهرب واحد من الموظفين بيكشفه وبيأمر الامن ان هم يقبضوا عليه، وفي نفس اللحظه دي خان ورجاله المباحث بيقتحموا الشركه، ووسط الفوضى بابلو بيقدر ان هو يهرب، وجيان وقتها بينجح هو كمان ان هو يهرب. وبعدها بابلو بياخد ايشا وابنها وبيسافروا انجلترا، وهناك خان بيديله هويه جديده وبيبدا حياه جديده باسم ار جي. وبنشوف وقتها جيان بيقابل رجاله الاعمال الفاسدين وبيقول لهم من يوم 31 مارس كل الهنود بيدفعوا الضرايب، وفي اليوم ده مليارات بتدخل البنوك، ودي فرصه مناسبه جدا عشان يخترقوا فيها البنوك ويقدروا يسرقوا فلوس الضرايب. لكن قبل ما الاجتماع بينتهي جيان بيقتل واحد من رجاله الاعمال، وبيكتشف وقتها ان هو كان عميل للمباحث الاوروبيه، وساعتها الباقيين بيفهموا ان اي خيانه نهايتها الموت، وبيوافقوا وقتها على الخطه. وبعدها بنشوف بابلو في انجلترا بعد ما بقى عايش بهويه جديده باسم ار جي، وبيحاول يبدا من الصفر لكنه مش بيقدر يثبت في اي شغل. وفي اول يوم ليه كمسؤول امن في بار بيتخانق مع واحد من الزباين وبيتضرب، وبيرجع البيت وايشا بتعالجه وبتوصيه خلي باله من نفسه، لكنه بيطمنها وبيقول لها ان هو لقى شغل جديد كسواق. وتاني يوم بابلو بيصحى وما بيلاقيش ايشا لان هي بتكون سافرت الهند تدعي له وربنا يوفقه في حياته الجديده. وفي نفس الوقت ده نانيا بتوصل انجلترا، واول لما بتشوف السواق الجديد بتتجمد في مكانها لان هو بيكون شبه بابلو جدا، وبتجري وراه وبتناديه، لكن بينكر وقتها ان هو يعرفها وبيوريها بطاقته باسم ار جي. لكن نانيا بتفضل مصره ان هو بابلو، ولما بتتاكد ان الوحمه اللي كانت فاكراها مش موجوده بتبدا ان هي تشك في نفسها وبتمشي، بس بتكون لسه حاسه ان هو مستخبي ورا الهويه الجديده. وبعدها بابلو بيرجع البيت وبيطلع موبايل اللي هو كان مخبيه وبيتصل وقتها بخان، لكن اللي بيرد عليه كانت تشينوي بعد ما بيكون انتحل شخصيه واحد من المباحث، وبيطلب منه وقتها كلمه السر، ومن غير ما بابلو بياخد باله بيتخدع وبيقول له عليها. ولما تشينوي بيتاكد ان هو فعلا بابلو بيساله ايه اللي حصل، فبيقول له بابلو ان هو حاسس ان هويته الجديده اتكشفت وخايف رجال الاعمال يوصلوا له، بس تشينوي بيمثل عليه ان هو من المباحث وبيطلب عنوانه عشان يبعت حد يحميه. وفعلا بابلو وقتها بيصدق كلامه وبيديله مكانه، واول ما بيقفل تشينوي المكالمه بيبعت واحد يخلص على بابلو وبيكون اسمه فينس، وفينس بيروح بيته وبيقنعه ان هو من طرف مباحث. بس قبل ما بينفذ خطته نانيا بتوصل وبتاكد ان هي لسه مقتنعه ان هو بابلو، وساعتها فينس بيطلع سلاحه وبيحاول ان هو يقتله، وبابلو بيتصاب برصاصه وبيجري ناحيه عربيه نانيا، ولما بيركبوها بترفض غير لما تعترف بحقيقته. ولما فينس بيقرب فعلا بيعترف بابلو وبيهربوا سوا، ونانيا بتاخده بيتها وبتحاول تعرف منه سبب اختفائه، لكن فينس بيهجم عليهم من جديد وبيضطروا يهربوا. وبعد مطارده عنيفه بابلو بيكشف عن قوته وبيوقع رجاله فينس واحد ورا التاني، وبيقدر ان هو يهرب هو ونانيا. اما فينس فبيرجع لجيان وبيعترف بفشله، وجيان بيعاقبه بطريقته وبيخليه ينتحر قدام الكل، وبعدها بيدي تشينوي مهله يومين عشان يقتل بابلو والا هيكون مصيره زيه. وفي نفس الوقت رجاله تشينوي بيهددوا مدير اعمال نانيا وبياخدوا رقمها عشان يوصلوا لمكانها، اما بابلو ونانيا بيروحوا للدكتوره وبتخرج الرصاصه، وبعدها بيقضوا وقت مع بعض وبيرجع الحب ما بينهم من جديد. بس قبل ما يلحقوا يرتاحوا تشينوي بيوصل لهم وبيبدا مطارده جديده، وبيضطر بابلو ان هو يواجهه هو والرجاله بتاعته من جديد عشان يقدر ان هو يحمي نانيا ويهرب بيها. وبعد ما بابلو ونانيا بينزلوا من القطر بيلاقوا رجاله الاعمال الفاسدين مستنيينهم ومعاهم رجالتهم، وفي واحد فيهم بيقول له اخيرا وقعت، بس بابلو وقتها بيضحك وبيقول له انا اللي جبتكم لحد هنا لانكم اكيد بتتبعوا شريحه نانيا وده كان جزء من خطتي. وساعتها رجالتهم بيهجموا على بابلو لكنه بيطيرهم يمين وشمال وبيخلص عليهم بسهوله، ولما واحد بيحاول يقتله وبيرفع السلاح على نانيا جيان وقتها بيظهر وبيقتله بنفسه لان هو حاول ان هو يأذي اخت جيان. بعدها رجاله جيان بيمسكوا بابلو وبيربطوه، وجيان بيرمي حواليه قنابل وبيسيبه قبل ما المكان بينفجر، ووسط الانفجار الكل بيفتكر ان بابلو مات. وبعد 10 ايام جيان بيحضر جنازه بابلو وبيقول ان يوم 31 مارس قرب وان هو هينفذ اكبر عمليه احتيال في تاريخ الهند. وبعد ما بيمشي نانيا بتفضل حزينه وبتروح تزوره عند المقابر لحد ما بابلو بيظهر قدامها من جديد. في الاول نانيا بتفتكر ان هو شبح، بس بعد ما بتتاكد ان هو عايش بتفضل تعاتبه، وساعتها بابلو بيشرح لها الحقيقه وبيقول لها ان جيان رجع يشغل البرامج من جديد ورجال الاعمال الفاسدين لسه شغالين معاه وخطتهم ان هم يسرقوا فلوس الضرايب يوم 31 مارس، ولكن محدش وقفهم والهند كلها كده هتدخل في كارثه. وفي الاخر بابلو بيبص لها وبيقول لها ان هو قبل كده قدر ينقذ عيله من الكارثه دي، بس المره دي جيان ناوي ان هو يخرب بيوت كتير جدا، وبيقول لها ان هو لازم يوقف جيان قبل ما ينفذ اكبر عمليه احتيال في تاريخ الهند. ونانيا وقتها بتكون فهمت الحقيقه كلها وبتقرر ان هي تقف جنب بابلو، ولما بتساله هيوقفهم ازاي بيقول لها ما دام كلهم فاكريني ميت يبقى دي اكبر ميزه عندي واخلص على كل واحد فيهم من غير ما حد يحس. وبعدها بابلو بيسافر الصين عشان يخلص من واحد من رجاله جيان في الصين واللي بيكون اسمه وونج،
واول ما بيشوفه بيتصدم لان هو كان فاكره مات، وعلى طول بيأمر كل المقاتلين ان هو يهجموا عليه، بس بابلو وقتها بيوقعهم واحد ورا التاني، وفي الاخر بيقدر ان هو ينهي على وونج، وبعدها بيسافر مصر عشان يواجه زايد، وبعد مواجهه سريعه بيلحقه قبل ما يهرب بالطياره وبينهي عليه هو كمان. ولما الاخبار بتوصل لجيان بيعرف ان بابلو لسه عايش، وبيكون في واحد اسمه دوجرا من رجاله جيان بيخاف وبيطلب ان هو ينسحب من خطه 31 مارس، بس جيان وقتها بيرفض وبيأكد ان العمليه هتتم في ميعادها. ومع وصول يوم 31 مارس جيان بيخدع نانيا عشان توصله لمكان بابلو، وفي نفس الوقت ده رجالته بيخطفوا ايشا بعد ما بيقنعوها ان هم من طرف بابلو. اما بابلو فكان مستني ايشا في مطار تاني، لكن رجاله جيان بيوصلوا له وبيقولوا له ان امه اتخطفت ولو عايز يشوفها لازم يجي معاهم، ومن غير تردد فعلا بيروح، وبتكون وقتها نانيا معاه وبتروح معاه. وفي نفس الوقت جيان بيبدا يسرق فلوس الضرايب من حسابات الشعب الهندي، ووقتها بابلو بيوصل لمكانه وهناك بيكون كل واحد فيهم مستعد يحسم المعركه. ولما بابلو بيوصل بيلاقي جيان قاعد مع ايشا وكان خاطفها، لكن بابلو بيطلب منه ان هو يبعد امه عن اي حاجه، وجيان بينوم ايشا بخدعه سحريه، لكن بابلو بيضحك وبيقول له كده احسن عشان مش عايز اضربك قدامها. وساعتها جيان بيأمر رجالته يهجموا عليه، بس بابلو بيخلص عليهم بسرعه وكان رايح يمسك جيان، لكنه بيكتشف ان هو وقع في واحده من خدعه، وجيان بيقول له ان فاضل 5 دقايق بس وفلوس الشعب الهندي كلها تبقى في حسابه. وبعدها بابلو بيفضل يجري ورا جيان من مكان لمكان، وبيواجه خدع ومقاتلين وتماثيل متحركه كلها كانت عشان تضيع وقته، بس في الاخر بيركز وبيوصل لجيان قبل ما الوقت يخلص. ولما بيجري على جهاز الاختراق رجاله جيان بيحاولوا ان هم يعطلوه، بس بابلو بيوقعهم وبيوصل للجهاز، وفي اخر لحظه العداد بيقف وجيان بيتفاجئ لما الشاشه بتعرض فيديو لأميتاب باتشان، وبيكتشف ان بابلو خدعه وان العداد كان شغال على تحميل الفيديو مش على سرقه فلوس الناس. وجيان بيتجنن وقتها بعد ما خطته بتفشل، بس بابلو بيمسكه وبيربطه بالقنابل وبيسيبه مكانه، وبعد ثواني المكان كله بينفجر، وبكده بابلو بينجح في انقاذ الشعب الهندي وبيتجوز نانيا. وبعدها بنروح لسيا اللي بتكون في قابو شكله غريب وبتضرب شباب كتير بقوه، نعرف ان هي ممثله ان كل ده مجرد تصوير لفيلم ليها، وبعد ما بيخلص تصوير المشهد بتتعب وبتقع والناس كلها بتفضل تجري عليها. بعدها بتيجي عربيه شكلها فخم جدا وبيخشوا المكان التصوير، بس الامن بيحاول ان هو يمنعهم. بعدها ابوها بيجي ومش بيكون شاف اللي حصل في الامن، وبيفتكرهم ممثلين بتوع التصوير، وبيمسك المسدس بتاع فرد من العصابه دي وبيفكر ان هو مسدس مزيف، فبيعلي عليه وبيقول له مع اني مش ممثل بس هعلمك ازاي تستخدمه، وبيوجه المسدس فعلا الاب ناحيه جيبه وبيقول له يستخدمه ازاي، وهو وقتها بيكون فاكر ان هو مسدس مزيف ومش حقيقي. بس قبل ما الاب يضغط على الزناد بتاع المسدس يجي راجو وبيضربه، وبيطلع ان الاب عارف راجو. وقتها بتطلع سيا وبتتصدم لما بتشوف راجو. بنعرف بعدها ان راجو خطف سيا للمبنى اللي كان في اول الفيلم اللي كان باين عليه ان هو بيتم فيه اعمال مشبوهه وعمليات خطف. بعدها بيروح ابو سيا مع منتج الفيلم للبوليس علشان يبلغوا عن راجو ان هو خطف بنته، بس البوليس مش بيساعده علشان عارف ان راجو نفوذه قوي، فبيطلعوا من عنده وبيفضل منتج الفيلم يعيط عشان عارف ان هو كده الفيلم بتاعه باظ، وبيقول للاب ان كده مفيش حد هيقدر ينقذ بنتك، حتى البوليس خايف يقرب لراجو، بس ابو البنت بيقول له لا في حد انا اعرفه. بنروح بعدها لشخص شكله قوي جدا بيكون واقف على صباعين 2 بس، وبيبان من جسمه ان هو قوي بطريقه جباره. وقتها بيخش عليه مساعده وبيديله التليفون، وبيطلع ان الدكتور هو اللي بيكلمه وبيقول له يجيله حالا، وفعلا بيروح له راجو، وبيطلع ان في طفل قريبه عنده مشكله ومحتاج عمليه، اما هيفقد النطق والسمع للابد في خلال اسبوعين، وبيكون الطفل ده غالي جدا عند راجو. فبيطلع من كتر الحزن وبيروح يقعد في الشارع وهو بيندب حاله، وبنعرف وقتها ان اسمه روني وانه كان على علاقه قديمه بسيا. وبنشوف ان الاب والمنتج راحوا علشان يكلموه ويقولوا له يساعدهم يلاقوا سيا، وبيروح المنتج يقعد جنبه وبيعرفه بنفسه وبيطلب منه ان هو يساعده علشان يقدر ينقذ ممثله اتخطفت منه، وفي المقابل هيديله فلوس زي ما هو عايز. بس اول ما المنتج بيوريله صوره سيا روني بيتعصب جدا وبيرفض العرض بتاعه. وقتها بيجي ابوها وبيقعد جنب المنتج وبيقول له المنتج انه رفض وان هو بيكرهها، بس بيقول لابوها ان سبب رفضه هو ان هو خايف يرجع يحبها لما يشوفها. وقتها روني بيروح يركب الموتوسيكل بتاعه وبيقعد يفتكر ذكرياته مع سيا، وبيفتكر برضه ان الطفل قريبه ده محتاج عمليه غاليه. بيجي له وقتها المنتج وبيقول له غيرت رايك ولا ايه؟ وقتها روني بيقول له ان هو هيرجعها بس علشان الفلوس مش عشانها هي. وقتها بيفضل روني يدور على كل المعلومات اللي يقدر يجيبها عن راجو. وبعدها بنرجع فلاش باك اللي بنشوف منها سيا قبل ما تكون ممثله، مجرد بنت بريئه راكبه قطر وبتلعب تحت المطر، وبيعدي من وراها روني، وبتكون سيا وقتها بتكلم المطر وبتقول له وقفت ليه؟ انت عارف ان انا بحبك. فبيستغربها روني جدا وبيفضل يضحك عليها، وكل ده سيا مش بتكون عارفه ان في حد وراها، بس بتلف مره واحده وبتشوفه وبتقول له خلصت ضحك وبص عليا، وبتكون متضايقه ومكسوفه منه جدا، وهو بيفضل يتريق ويضحك عليها لحد ما مره واحده القطر بيقف وبيقربوا من بعض جامد وهما الاتنين بيتكسفوا، فبتشيل سيا ايده من عليها وبتمشي وتسيبه. بعدها بتروح سيا
سيا تقعد جنب امها وبتسالها هو بابا فين. وقتها بنشوف باباها بيتكلم في التليفون، وبنكتشف ان هو بيحاول يعرضها على المنتجين علشان يشغلوها معاهم كممثله، وبيقع على ابوها بالغلط كوبايه قهوه كان ماسكها. فمامة سيا بتقول له يروح يغير هدومه، فبيروح لراجل في القطر وبيغير معاه هدومه من غير ما ياخد باله، بس بيكون شكل الجيبه اللي غيرها وحش جدا. فبيقول لهم هيطلع من القطر يشتري واحده ويرجع تاني. وقتها روني كمان بيكون خرج من القطر علشان يجيب اكل، وهو ماشي بيشوف سيا من شباك القطر فبيعجب بيها جدا. وقتها سيا بتاخد بالها منه وبيفضل يبص لها وبيبوسها على الهوا، وهي بتبين له ان هي متضايقه. بعدها بنشوف روجو بس ايام الكحرطه، واللي بالصدفه بيكون راكب معاهم نفس القطر، وبيعدي من قدام سيا وروني ومش بيكون ولا هو ولا هم عارفين بعض. بعدها سيا بتخرج علشان تكلم روني وتقول له ان خطته في ان هو يشقطها مش هتنجح، وانه يحاول يخرج الافكار دي من دماغه علشان هي مش مهتمه بيه. فبيفضل روني يضحك. وقتها بينزل مطر تاني، واحنا عارفين ان سيا بتحب المطر فبتفضل ترقص في الشارع زي العبيطه. وقتها بيشوفها روجو وبيعجب بيها جدا، وبيبقى روني وروجو واقفين في وش بعض وبيشوفوها وهي بترقص، والاتنين بيبقوا معجبين بيها جدا. وقتها بعدها بيخلصوا وبيركبوا القطر، وبيبان ان سيا معجبه بروني. وبعدها سيا بتسيبه وبترجع لاهلها، بس بترجع تاني روني بسرعه وبتقول له ان القطر خلاص هيتحرك وابوها لسه ما وصلش، فبتقول له ينزل يدور عليه. وفعلا بينزل روني علشان يدور عليه، وبيطلع وقتها ان ابوها كان راكب القطر وبيطلع من وراها. فبتقول سيا روني ان هي خلاص لقيته، وبتقول له يجي علشان يلحق يرجع، بس هو مش بيكون سامعها كويس فبيفضل يدور عليه لحد ما القطر بيمشي. فبيجري روني علشان يلحق القطر، بس وقتها روني بيقع، بس بيقوم وبيفضل يجري بعدها، بس للاسف مش بيلحقوا. وقتها هما الاتنين بيكونوا متضايقين جدا. بنروح بعدها لمدرسه بيتم فيها التدريب على الفنون القتاليه، وبنشوف روجو وهو بيسجد لشخص، وبنكتشف ان هو ابوه، وان ابوه ده هو المعلم الخاص بتدريب الشباب على الفنون القتاليه. وبيقول له ابنه انه عايز يكون خليفته علشان بيتدرب بقاله كتير جدا، بس ابوه بيقول له ان ده مش بمزاجي وان الافضل بس هو اللي هيكون القائد والمعلم. بعدها بنروح لروني اللي بيروح مكان مليان بناس بتتمرن على الفنون القتاليه، وبيخش على المعلم وبنكتشف ان دي نفس المدرسه وان هو ده ابو روجو. وبيلاقيهم روني بيمارسوا التامل فبيضحك على شكلهم جدا، وبيقطع المعلم من التامل بتاعه وبيديه رساله مبعوثه له من ابو روني. وبنكتشف وقتها ان هو كان صديقه وحاربوا سوا، وبيقول له فيها انك لو بتقرا الرساله دي دلوقتي فانا اكيد ميت. وبيقول له ان ابنه بقى مش بيسمع كلام حد ومش بيهتم بحاجه في حياته كلها غير القتال، وبيطلب من المعلم ان هو ينقذه ويعلمه. فبيقوم المعلم وبيساله عن عمره، وبعدها قال له معلم انا سمعت ان انت بتهتم بالقتال وبتعرف تقاتل. فقال له روني مع اللي بيتحداني بس. فهزقه المعلم ووقعه على الارض من حركه واحده، وبعدها بيمد له ايده المعلم علشان يقومه، بس روني بيقوم لوحده. وبيقول له روني انه ما بيمدش ايده على النساء ولا على الرجاله الكبار. فبيقول له المدرب ما تخافش وجرب. واول ما روني مد ايده المعلم وقعه تاني. وقتها المعلم بيديله شويه تعليمات علشان يعملها طول ما هو في المدرسه دي. وبيروح بعدها روني لاوضته علشان يعرف هينام فين، واول ما بيروح بيسال على طول على التكييف وعلى السرير، بس المساعد بتاعه قال له ان هو هينام على الارض وان مفيش تكييف في اوضته ولا في حتى ثلاجه. ولما ساله على الاكل قال له ان هو اللي هيطبخ لكل اللي موجودين، وبيقول له ان النهارده في سباق خاص وهو سباق القوارب. بنروح بعدها للمسابقه وبيكون راجو متقدم عن الباقي، وبتكون سيا من المشجعين اللي موجودين في المسابقه. واول ما راجو بيشوفها بيفقد تركيزه جدا وبيسرح فيها، وبيتاخر جدا عن الباقي في المسابقه وكان خلاص هيخسر، بس بتقول له سيا خليك اسرع وبتشجعه. وفعلا بيقدر راجو ان هو يرجع وبيكسب المسابقه. وبعد ما المسابقه بتخلص بيفضل راجو يدور على سيا، بس بتكون وقتها مشيت، وبيكون روني راح علشان يجيب الاكل للطلاب، وبيصادف ان سيا تعدي من قدامه وهما الاتنين ما يشوفوش بعض. وقتها الدنيا بتكون بتمطر فسيا بتفرح جدا بالمطر. وقتها بيشوف روني سيا وهي تحت المطر، وبتقول له ان هي كانت متضايقه جدا ان هو ما ركبش القطر بسببها. فبيقول لها روني ان هو فوت القطر بمزاجه علشان ما كانش فيه بنات حلوه. فبيضحكوا هما الاتنين. فبيمشي روني شويه مع سيا وبيعرف ان هي مش ساكنه في المدينه وان هي مجرد بتزور جدتها، وبيطلب منها انه يقابلها في يوم في المناره اللي في المدينه، وكان عايزهم ان هما يروحوا النهارده بس هي ما وافقتش. فبيقول لها روني ان ميعاد الديت الجاي ما بينهم لما السما تمطر. بنروح بعدها على المدرسه وبنشوف قد ايه ان راجو قوي وبيحارب الطلاب كلهم لوحده، وكان متفوق عليهم كلهم لوحده لحد ما افتكر سيا وهي بتشجعه في المسابقه الصبح. وقتها اللي قدامه استغل الفرصه وجرحه في صدره، فتعصب راجو جدا وفضل يضرب المنافس بتاعه وكان خلاص هيموته، بس المعلم قدر ان هو يمنعه. بعدها بيروح روني لمطعم مع المساعد بتاعه، وكان مساعده بيقنعه ان هو ينسى سيا علشان المعلم مستحيل يوافق على العلاقه دي. بس بيجي وقتها راجل من ورا وبيقعد معاهم وبيقول له اوعى تفقد الامل في حبك، وبيصادف ان الراجل ده بيكون هو ابو سيا. بس وقتها طبعا محدش بيكون عارف ده ولا ابو سيا نفسه بيكون عارف ان ده حبيب سيا، وبيقعد معاهم وبيصاحبهم وبيقول لروني ما تضيعش عمرك في حاجه غير انك تلاقي حبك الحقيقي. بعدها بنروح لتاني يوم وبيكون المعلم غضبان جدا من روني علشان نام لوقت
الوقت متأخر، فبيجيب المعلم معاه مدرب علشان يدرب روني وبيضربه علشان يصحيه. وفعلا بعدها روني بيتدرب وبيوزع الاكل على الطلاب كلهم، والمدرب بتاعه كان كل ما روني يستريح شويه كان بيضربه. بعدها بنروح لسيا وبنلاقي ان الدنيا بدأت تمطر جامد، فبتفتكر بعدها روني ان هم هيروحوا المناره وهيتقابلوا اول ما الدنيا تمطر. بس وهي طالعه راجو بيكون عارف بيتها وبيروح لها علشان يتقدم لها، وبنكتشف ان باباها عليه ديون كبيره جدا، فبيعرض عليه راجو انه يديله مبلغ كبير جدا مقابل ان هو يوافق انه يتجوز بنته. فبيوافق ابوها وهو مش مصدق نفسه وبيقبل بالعرض. وقتها بتسيبهم سيا وبتروح للمناره زي ما كانت متفقه مع روني، بس بتكون متضايقه جدا علشان فاكره ان روني ما جاش، بس هو بيكون من الناحيه التانيه من المناره وهما الاتنين مش شايفين بعض. وقتها بتفضل سيا تتخانق مع المطر علشان حبيبها ما جاش، فبيسمع سوني صوتها وبيفرح جدا علشان هو كمان ما كانش عارف ان هي جت ومستنياه. وهي خلاص طالعه وهتمشي بتشوفه وبتفرح جدا، وبيفضل يتريق عليها علشان هي بتتكلم مع المطر تاني. وقتها بيخرجوا سوا وبيعرفوا ان هما وقعوا في حب بعض، وفي اخر اليوم بتديله سيا خاتم وبتقول له ما تقلعهوش ابدا مهما حصل ما بيننا حتى لو احنا بعدنا. بعدها بيرجع روني للمدرسه وبيكون سكران، فالمعلم بيكون مستنيه وبيوبخه جدا، فبيقول له روني ان هو ما جاش هنا بمزاجه علشان يحاسبه، وان المعلم لحد دلوقتي ما علموش اي فنون قتاليه او اي حاجه مفيده، وانه كان احسن له ان هو يروح يتعلم الكاراتيه الصيني في اي مكان. وقتها المعلم بيتعصب جدا وبيقول له ان الهنود هم اللي علموا الصينيين الفنون القتاليه، وان هم اصلا اصل القتال، وان التقنيات دي تراثهم. وبيقرب منه المدرب وبيضربه ضربه خليته يخرج كل الكحول اللي هو كان شاربه علشان يفوق. وبعدها بيوقفوا المدرب قدام المرايه وبيقول له ان الغزاله اول ما بتصحى بتقول انا لو ما جريتش بسرعه النهارده هموت وهتقتل، والاسد برضو اول ما بيصحى بيقول انا لو ما جريتش بسرعه النهارده هموت من الجوع، فلازم تكون سريع لو كنت اسد او لو كنت غزاله، ايا كان انت مين فيهم لازم تشتغل على نفسك وتطورها. بعدها المدرب بيساله عايز تتدرب ولا عايز تروح، وبيقتنع روني بكلامه وبيقول له هو التدريب هيبدا امتى. فبيهاجموا المعلم وروني بيقدر يصد كل الضربات المعلم بيحاول يضربها له. وقتها بيعرف روني ان كل الوقت اللي فات ده ما كانش مجرد خدام وكان بيتدرب. وقتها بيوطي روني على رجل المعلم كاحترام ليه. بعدها بيفضل يدربه المعلم على وضعيات وحركات قتاليه كتير جدا، وبيقدر ان هو يقاتل الطلاب كلهم زي ما كان راجو بيقدر يعمل. وقتها بنشوف ان راجو بيبص عليه وبيبان عليه ان هو غيران منه جدا. وبعد ما بيخلص روني تدريب بيوطي تاني على رجل المدرب وبيشكره جدا على تعبه معاه. بعدها بيخرج روني مع سيا وبنشوف ان ابوها كان موجود في نفس الشارع اللي هو فيه، فبتلف سيا بسرعه علشان ابوها ما يشوفهاش، فبيتفاجئ روني ان ده ابوها. بعدها بيوقف لها روني توك توك وبيخليها تركبه علشان ابوها ما يشوفهاش. وقتها بيجي ابوها روني وبيقول له انت ليه خليتها تمشي قبل ما اشوف حبيبتك، وبيقول له الاب بعدها تيجي نشرب خمره ونسهر، فبيقول له روني ان هو بطل يشربها. وقتها وهم بيتكلموا بيشوف ابوها الخاتم في ايده، وبيعرف وقتها ان حبيبته هي بنته سيا، وبيقول له يبعد عن بنته والا هيقتله. بعدها بيروح ابوها راجو وبيقول له على كل حاجه وبيعرفه ان روني بيحبها وعايز يتجوزها. فبيقول له راجو وقتها انه هيتجوز سيا مهما كان الثمن اللي هيدفعه حتى لو هيقتل روني. وبيسمعه المعلم وقتها وبيقول له ان هو مستحيل يقبل ان هو يعمل حاجه زي كده، الحب عمره ما كان بالعافيه، ولو هي ما اختارتكش ما ينفعش تجبرها على ده علشان عمرها ما هتحبك. فبيمثل راجو ان هو اقتنع بكلام ابوه بيروح معاه علشان ياكله. وبنكتشف وقتها ان راجو حط لابوه سم في الاكل علشان رفض ان هو يتجوز سيا. وقتها بنعرف ان راجو حرفيا مهووس بسيا. بعدها راجو بيخلي رجالته يستدعوا روني، فبيفرح روني جدا ومش بيكون عارف ان هو عايزه علشان يقتله، وكان فاكر ان هو عايز يديه مكافأة. وبيقول له واحد من رجاله راجو يركب معاهم، بس بيرفض روني وبيقول لهم هيعمل مشوار وهيروح له بعدها. بس وقتها بيخطفوا الطفل اللي كان مع روني علشان يضمنوا ان هو هيروح، فبيجري روني وراهم وبيفضلوا يلعبوا بالطفل ويحدفوه لبعض. وقتها روني بيتخانق مع رجاله راجو وبيضربهم كلهم وبيجروا منه وبيطلعوا المبنى دور عالي، وكانوا خلاص هيحدفوا الطفل. فبيضرب روني الشخص اللي كان ماسك الطفل وهيحدفه بطوبه علشان يقدر يلقطه، وفعلا بيقدر روني ان هو يمسكه. بس جنود راجو بينزلوا وبيبقوا عايزين يضربوا روني، فبيفضل روني يضرب فيهم واحد ورا التاني، وكان خلاص هيضرب واحد على دماغه بس الطفل بيمنعه وبيفضل يعيط. بعدها روني والطفل بيقعدوا وروني بيجيب للطفل عصير علشان اتخض جامد، فبيجي راجو من وراه وبيشد روني من قفاه، بس روني بيلف وبيبقى عايز يضربه بس مش بيعرف، وراجو هو اللي بيضربه. وبيحاول روني ان هو يدافع عن نفسه بس راجو بيكون اقوى منه بكتير جدا، وبيفضل يضرب فيه لحد ما راجو بيوقعه على الارض وكان خلاص هيقتله. بس في اللحظه الاخيره بيقدر روني يضربه برجله، وبيقوم روني وبيجري على المسدس بتاع البنزين وبيفضل يرش على راجو بنزين وبيطلع ولاعته،
بتاعته وبيقول له ليه كل ده؟ الطفل عمل لك ايه؟ وقتها بنعرف ان روني مش فاهم ليه راجو بيعمل كل ده فيه، فبيقول له راجو ان كل ده بسببه وهو مش بسبب الطفل، وكل ده بسبب ان هو دخل حياة سيا. فبيستغرب روني وبيقول له بس هي بتحبني انا. فبيقول له راجو ان البنات دايما بتحب القوي. فبيرش روني بنزين على نفسه وبيقول له انا اقدر اموت علشانها، هل انت تقدر على ده؟ بعدها بنرجع تاني للوقت الحاضر وبتكون سيا متعصبه جدا علشان زي ما عرفنا في اول الفيلم ان راجو خطفها وحطها في البرج المشبوه بتاعه. فبيخش عليها راجو وبيقول لها انا فاهم انت متعصبه ليه، دي حاجه جديده عليكي وطبيعي مشاعرك تكون متوتره بالشكل ده. فبتقوله سيا انت مش فاهم حاجه، وانها اول ما الفرصه تجيلها هتقتله. وبيقرب منها كده وبتخاف ان هو يتحرش بيها، بس بيقول لها ما تخافيش وان هو مش هيلمسها غير لما هما يتجوزوا. فبتقول له ان ده عمره ما هيحصل. فبيقول لها ان دي مدينته، فما تفكرش ان ممكن هي تهرب او ان يجي حد ويقدر ينقذها. بعدها بنشوف روني وهو خارج من المطار وبيطلع ان هو مسافر علشان يروح ينقذ سيا من راجو، وبيركب تاكسي وبيروح لحلبة قتال. كان عارف ان فيها واحد من اللي شغالين عند راجو في العصابة بتاعته. وقتها كان في شخص بيقاتل وكله كان خايف منه وما كانش في حد قادر ان هو يتحداه، بس روني قرر ان هو يخش ويصارعه. وكل الناس راهنت على المقاتل التاني ضد روني وراهنوا بمبالغ كبيرة جدا. وفي وسط ما كله كان بيهتف للمقاتل التاني، روني بضربة واحدة بس منه بيقدر ان هو يقضي عليه. وقتها بيبص روني على كاميرا المراقبة وبيبقى عارف ان الشخص اللي في عصابة راجو شايفه، فبيصوروا الشخص ده علشان يقدر يجيبه بعد كده. بنرجع بعدها فلاش باك للجنازة بتاعت المعلم، ووقتها ما كانش عارف روني ان راجو هو اللي قتله، وكان حاضر الجنازة وحزين جدا وقعد قدام الرماد بتاعه بعد ما كله مشى. وفضل روني يوعده ان هو هيتبع خطواته بالحرف وهيعلم الطلاب من بعده الفن اللي المعلم وهب عمره كله يعلمه للطلاب. وقتها بتيجي الشرطة وبتقبض على روني، ولما بيسألهم ليه بيقولوا له علشان قتلت في الشارع وافسدت بضايع الناس. فبيروح معاهم روني وفي وسط ما هم ماشيين بيحيي الضابط راجو وروني بيشوفهم، وبيشوفوا وقتها ان ابوها كان راكب معاهم العربية، وبيعرف روني وقتها ان ابوها هو السبب في كل ده. بنروح بعدها روني بعد ما بيطلع من السجن وبيكلم سيا وبيقول لها ان ابوها هو السبب في كل ده وهو اللي قال لراجو على كل حاجة. فبتقول له سيا وهو عمل كده ليه؟ فبيقول لها علشان ننفصل انا وانتي. فبتقول له طب وليه هيدفع كفالتك لو كان عايزنا نبعد عن بعض؟ فبيقول لها روني علشان انتي ما تصدقنيش. فمش بتصدقه وبتفتكر ان هو بيلعب بيها، وبيقول لها ان الحل ان هم يهربوا سوا. فبترفض سيا وبيقول لها انتي مش هتصدقيني غير لما يفوت الاوان. وبيقول لها روني انا هعمل زي ما المعلم بتاعي يعلمني. وبيقول لها ان هي لو عايزه فعلا تكون معاه هيستناها بكره في محطه القطر الساعه 6 الصبح وهيهربوا سوا، ولو ما جاتش هيعرف ان هي مش عايزاه. وقتها سيا بترجع البيت وبتكون حزينه جدا، وامها بتحاول ان هي تواسيها وبتقول لها ان هي ما تخافش وان ابوها هيحل كل حاجه، ولو فعلا روني بيحبها مفيش حد هيقدر يمنع جوازتهم. بس بنشوف وقتها ان ابوها كان واقف ورا الحيطه وبيسمع هما بيقولوا ايه. فبيقطع ابوها هدومه وبيضرب راسه في الحيطه وبيخش عليهم وبيقول لها ان روني هو اللي ضربه ورمى الخاتم اللي سيا اديتهوله في وشه. وبنكتشف وقتها ان ابوها هو اللي كان مديها الخاتم، فهي اديته روني، فقدر ابوها يجيب لها خاتم زيه بالظبط ويوهمها ان روني هو اللي رماه في وشها. بنروح بعدها روني اللي بيكون مستني سيا في محطه القطر، وكان بيفضل يبص حواليه وبيتمنى ان هي تروح له، بس للاسف سيا مش بتيجي وبيركب روني القطر وبيسيبها. وقتها بنرجع للوقت الحاضر والباب بيكون بيخبط جامد، فبيعرف روني ان دول هم رجاله راجو عرفوا مكانه وجم علشان يعاقبوه. فبيجري روني وهم كانوا بيجروا وراه، وفي وسط ما هو كان بيجري بيكون بيضرب رجاله راجو، وفي وسط ما هو بيضربهم بيصوب فرد العصابه دي مسدسه عليه. فبيمسك روني مسدسه وبيقلبه في وشه وبيساله عن حد اسمه بيجو، وبنعرف وقتها ان بيجو ده شخص اقرب لراجو ويعرف مكان راجو فين بالظبط. وقتها بيروح روني لبيجو بيته وبيضربه على دماغه. فاول ما بيروح له روني بيجو بيعرفه وبيقول له روني هي سيا فين؟ قول لي والا انا هقتل مراتك. فبيقول له بيجو ان راجو خطير ومستحيل تقدر تطلع من المبنى بتاعه من غير موافقته. فبيهدد روني مراته. فبيقول له بيجو خلاص انا هقول لك على كل حاجه. وبيقول له بيجو ان المبنى عباره عن ادوار كتير، اول دور بيكون فيه رجال امن ومكانات مراقبه كتير، وان المصاعد دي بتفتح ببصمه الصباع بس، وان كل دور من الادوار دي فيه مقاتلين مختلفين ولو قدرت تعديهم كلهم وده شبه مستحيل فالدور اللي قبل دور راجو على طول هيكون فيه محارب صيني. وبيقول له ان المحارب ده مش مجرد انسان عادي، ده حرفيا عباره عن ماكينه قتل صينيه. وبعدها الدور اللي فيه راجو وسيا، وبنروح بعدها الراجو وبيكون بيدي سيا سلسله مرصعه بالالماس هديه، وهي وقتها بتكون نايمه. فاول ما بتفوق وبتشوفه بتتخض وبتزق راجو جامد جدا. وقتها حراس راجو بيخش عليها وهي بتفضل تضربهم، وهو بيكون بيتفرج عليها ومنبهر جدا بيها، وبتمسك سكينه وبتصوبها في وش راجو، بس بيجي حد من الحراس وبيضربها على دماغها وقتها. فبيكلم راجو مساعده بيجو
وبيقول له يجي له مستشفى بسرعه علشان سيا اتضربت على دماغها. فبيسالوا روني انه مستشفى، فبيرفض بيجو ان هو يقول له، فبيضرب روني مرات بيجو طلقه من المسدس. بعدها بيعرف روني مكان المستشفى وبيروح لسيا، وبيلبس روني وقتها لبس الدكتور وبيتنكر فيه. وقتها بيخش روني على سيا وكل رجاله راجو مش بيكونوا عارفينه، بس اول ما هو بيخش سيا بتعرف ان هو روني. وفي نفس الوقت ده بيقدر فرد العصابه اللي روني خطفه يكلم اخوه المحارب الصيني وبيقول له على كل حاجه، وان هو معتقل على يد واحد هندي. واول ما راجو بيسمع مكالمه بيعرف ان هو بيتكلم على روني، وبيقوم بسرعه علشان يلحق روني قبل ما ياخد سيا. وبيتنكروا هما الاتنين في زي الدكاتره، وبيبقوا معديين من جنب راجو وهما فاكرين ان هو ما شافهمش، بس راجو بيقدر يدرك في اللحظه الاخيره ان هما الاتنين اللي متنكرين جنبه. فبينده راجو عليه وبيقول له يقف والا هيضربه بالنار. وقتها روني بياخد سيا وبيصوب عليها سكينته وبيقول له لو انت ما نزلتش المسدس بتاعك انا هقتلها. وفعلا بينزل راجو مسدسه وبيركب وقتها روني الاسانسير معاها. وقتها راجو بينط من الشباك وبيستناهم قدام الاسانسير، بس اول ما الاسانسير بيفتح بيلاقي ان هو ما فيهوش حد، وبيقدر روني ان هو يهرب. بس اول ما بيطلع من باب المول بيلاقي ان المحارب الصيني في وشه وبيفضل يجري وراه، بس بيقدر روني ان هو يهرب منهم. وقتها بيقول راجو رجالته ما يضربوش نار عليه علشان خايف على سيا، بس بيكونوا ضربوا نار فعليا وبيموت اخو المحارب الصيني. بعدها بيركب روني وحبيبته مركب علشان يتكلموا فيها، وبيفتكروا هما الاتنين الذكريات والحب اللي كان ما بينهم. بس كان روني زعلان منها جدا علشان فاكر ان هي تخلت عنه وقت ما قال لها تستناه عند القطر وهي ما راحتش، وهي بتكون برضو زعلانه منه علشان اللي ابوها حكى لها عليه وقتها. فقالت له انت جيت ليه؟ انا ما كنتش عايزاك تيجي. فروني قال لها ان هو عمل المهمه دي علشان الفلوس مش علشانها. فبتقول له وقتها سيا ان هي ما كانتش محتاجاه، والدنيا بتمطر بعدها. فبيقلع روني جاكيت بتاعه وبيلبسه لسيا، وبتبص سيا على ايده وبتلاقيه لسه لابس الخاتم اللي هي اديتهوله، مش رماه في وش ابوها زي ما ابوها قال لها. فبتعرف سيا وقتها ان ابوها كان بيكذب عليها، فبتحكي له وقتها سيا على كل حاجه وبيفهموا ليه كل ده حصل. وبيعرف روني ان كل ده كان سوء تفاهم وان هو كان ظالمها، وبيرجعوا يرتبطوا تاني ويحبوا بعض. بعدها بيوصل راجو والمحارب الصيني ورجالته المكان اللي هم فيه، وبيفضلوا كلهم يضربوا روني. بعدها بيوطي راجو وبيكلم روني وبيقول له انت نسيت نفسك، انا هفضل دايما الاقوى منك وانت هتموت دلوقتي. وفعلا بيفضل بيجو والمحارب الصيني يضربوه لحد ما بيجو بيطلع مسدسه علشان يقتله، علشان كان بينهم طار قديم علشان روني قتل مراته. وبياخدوا بيجو قدام البحيره وبيضرب عليه نار، وبيقع روني فعلا في البحيره. بعدها بياخد راجو سيا وبيركبها العربيه وبيرجعها على المبنى المشبوه بتاعه، وبيقول لها وقتها راجو ان روني مات خلاص، وانه قادر ينسى كل حاجه هي عملتها مقابل ان هم يبداوا حياه جديده سوا، وتقبل ان هي تتجوز منه والا هتحصل حبيبها وهتتقتل زي روني. وقتها الدنيا بتمطر، فبتحس سيا ان روني لسه عايش، وبتقول لراجو بس هو مش بيصدقها وبيفضل يضحك عليها. وبيطلع فعلا روني لسه عايش، وبيضرب روني المحاربين بتوع راجو، وبيعدي اول كام دور وبيفضل يضرب المحاربين بتوعه جامد. بعدها بيستدعي راجو مساعده بيجو وبيقول له هو انت ليه ما قتلتهوش؟ فبيقول له بيجو علشان هو على حق. وبنعرف وقتها ان روني ما قتلش مرات بيجو، وقال له وقتها روني ان مشكلتي مش معاك انت. فبيقتل راجو مساعده، وبتبقى سيا شايفه كل حاجه وقتها. فبيكلم راجو روني وقتها بمكبرات الصوت وبيقول له ان في محاربين كتير جدا مستنيينك من بدري وعايزين يقتلوك. وقتها بيبص روني يمينه وشماله وبيشوف محاربين كتار جدا بس ولا بيهمه وبيفضل يدور فيهم الضرب. وقتها بنعرف ان سيا هربت، فبيستدعي راجو المحارب الصيني وبيقول له يقتلهم هما الاثنين. فبتفضل سيا تضرب في المحاربين بتوع راجو، وروني بيكون رايح لها بس بيشوف في وشه المحارب الصيني، وبيفضل يحارب روني والمحارب الصيني بعض. بيقول له المحارب الصيني ان اخوه اتقتل بسببه، وبيقول له ان القتال الصيني هو الاصل واوعى يفكر نفسه يعرف يقف في وشه. وقتها بيمسك روني ايد المحارب الصيني وبيكسرها، وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيمسك ايده التانية وبيكسرها، وبيقول له وقتها اسف بس البضاعه الصيني معروف عنها ان هي مش بتدوم. وقتها روني بيشوف سيا وبياخدها في حضنه وبتقول له تعالى نهرب، بس هو مش بيوافق وبيقول لها لازم واحد فينا بس انا وراجو اللي يفضل عايش. فبتقرر سيا ان هي ما تسيبهوش لوحده وتروح معاه لراجو. وقتها راجو بيقول له مفيش حد بيبقى بطل بتدريب 4 شهور بس، انا كان بقالي 12 سنه بتمرن مع ابويا، فما تفتكرش ان انت هتقدر تكسبني. فروني بيقول له في فرق كبير قوي في التعلم ما بين الحمار والحصان. وقتها بيتعصب راجو جدا وبيقوم علشان يضرب روني. وبالمناسبه روني كل الوقت ده ما يعرفش ان راجو هو اللي قتل المعلم، وبيفضل راجو يضرب فيه وبيكون متفوق جدا عليه في القتال. فبيقول له راجو انا قتلت ابويا علشان سيا، انت فاكرني ان انا مش هقدر اقتلك؟ فوقتها بيقوم روني وبيقرر ان هو ينتقم لاجل المعلم، وفعلا بيعمل روني حركه المعلم اللي كان معروف بيها، وبيفتكر راجو الحركه دي ان هي بتاعت ابوه. وفي وسط ما هو رايح يضربه بيتفوق روني جدا عليه في القتال، وبيقدر روني ان هو يتفادى كل ضربه راجو كان بيحاول يضربها
بيضربها له وبيكسر روني كل العظم بتاع راجو وبيقدر ان هو يقتله. وقتها روني بيحس ان هو خد بطار المعلم، وبيقرر روني بعدها ان هو يرجع للمدرسه اللي المعلم كان بيدرب الطلاب فيها، وبيكون روني هو المعلم الجديد للمدرسه دي. لو سهرة الخميس عجبتك قولي رأيك فيها عشان اعرف اكمل واعمل سهرات تانية كتير شبه دي ولا لا، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد بنزله. وسلام.